سعيد باعشي، عبد المجيد الرهيدي، زياد السلمي، بندر باجمع، مراد محمد، يلا أحمد عبد الله. قروشة كبرنامج قصته قصة مرة طويلة، بس باختصار احنا حبينا نقدم دراما كوميدية على اليوتيوب، بحكم إنه الفترة اللي بدينا فيها كان أغلب البرامج الموجودة على اليوتيوب توك شو. كان أول برنامج درامي كوميدي على اليوتيوب السعودي، وكانت تجربة جديدة. أنا كنت خايف منها في البداية. اشتغلنا في المسرح أعمال كثير، لكن تجربة اليوتيوب كانت جديدة علينا. هيا جيب لي المدير. انا بقيت المدير. انا ما بقيت المدير. فكرة انك تبدأ برنامج بدون امكانيات هذه بحد ذاتها كانت تحدي كبير. كان عندنا الأفكار، كان عندنا الكتابة، الممثلين الكويسين، وهذه العناصر كانت هي أكثر العناصر اللي افتقدوها كثير. بس هذه العناصر ما هي موجودة عند أحد، بس إيماننا بالفكرة قدراتنا هي اللي خلتنا نقدر نكمل ونشتغل. إحنا حاولنا نوفر الإمكانيات، عشان كذا توجهنا لبعض الشركات المعروفة على اليوتيوب. احنا ما نقدر نلوم شركات اليوتيوب اللي ما وقفت معانا، لأنه احنا كنا برنامج لسه مبتدئ. يقول لك مين يقبلك؟ انت ما تقدر تجيب 100,000 مشاهدة في شهر. بس الناس قبلتنا وقدرنا نجيب ملايين المشاهدات. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم رضا الناس علينا، إعجابهم، اشتراكهم في القناة، نشرهم للحلقات، وهذا كله بدون مقابل. هذا كان أكبر دليل إنه بدأ البرنامج ينحب وينتشر. الزول ده أجل لي عمليتي 4 مرات، بقي له حاجة واحدة بس، يستبعدني من المستشفى دي. ليه انت ريكارد؟ ما عارف والله. ناصر الجوهر ممكن تشرب؟ معسل ده مجنون. ما عارف والله. اسمع، ارتاح قوم انت قوم. سامحني يا اخي، عيانين مريت البلد يا اخي. هاي خذ لك شفطه. اتوقع اختلاف الشخصيات كان هو السبب في الانتشار. في عندنا السواد نتاج، البدري، عندنا زياد في الدرباوي، مراد حضرمي، أنا مصري. يعني اللي ما يعجبه ده أكيد حيعجبه ده أو ده أو ده. الكوميديا السوداء اللي بنقدمها هي اللي خلت الناس تحب البرنامج. الزواج قروشة، لما نعاني في المستشفيات قروشة، التناقضات في المجتمع قروشة. الناس محتاجة تضحك على مشاكلها، على مواقف تتكرر عليها وبتشوفها. ايه سبرنت من هذا معك، ابغالك قارورة ماء وروح شارك في الأولمبيات. يا حبيبي هذا سوي نشف جوا. أنا من يوم ما شفتك أصلاً قلت أنت يا حق مساج يا حق فطاير، بس حق فطاير. الحمد لله بيت. حق فطاير. كيس ما عندكم كيس، شيء أوراق السندوتشات لفهن طرح هنا. هذا شطة حقكم الشطة. نقطة ما شاء الله. الشطة كمال ما عندكم. شل هذا كوي. الناس دائما بتسأل لما تقابلك انت الحضرمي، هو بالله تكلم لنا شوية حضرمي. هذا أكيد من حب الناس، عشان كذا علقت معاهم الشخصيات. أيوة بس كده مش معناته إن أنا مصري يا أبويا، أنا سعودي مكاوي عبد المجيد الرهيدي. هذا رزق وشغل، بس لازم أكون متقنها ومقتنع فيها، لأنه أنا بصراحة لو ما كنت مقتنع بالشخصية ومتمكن منها فأنا غير جدير بالدور. بنتعب على الشخصية، بروفات وإضافة إفيهات. احنا بنساعد بعض، توجيه من بندر، رأي من أحمد، أو حتى نصيحة من عبد المجيد. العمل الجماعي والروح الطيبة هي اللي بتوصل لقلوب الناس. اكتم النفس يا واد. انت قافل الستارة ليه؟ انا اسناني مش تحت. اكتم النفس. بعدين انت دكتور؟ انا كده طور حضرتك. وانا تخصص طيران. اكتم النفس لو سمحت. ما تخلي الله. في كثير ساعدونا في نجاح العمل، أولهم ممثلين قروشة، فريق الإنتاج، الفنيين، المصورين، اللي خلف الكواليس كلهم بدون استثناء. الجمهور، أهم شيء الجمهور، كانوا بيستنونا حتى لما نتأخر في حلقاتنا، فشكراً. بس لو في شكر خاص فهو للمخرجين اللي اشتغلوا معانا وشالوا هم العمل، وكان أولهم عدنان حسان الله يعطيه العافية. إبراهيم كدشة صراحة يعني كان له فضل بعد الله كبير في الاستمرار، أعطى مجهود ووقت، يعني أعطى كل شيء. أنس بعطاف سوى تغيير، جو جديد في الإخراج.
ها طمني. في حاجات لسه ما شفتها بقروشه. في حلقات ومشاهد صورناها كثير بس ما عرضناها. كانت كويسه بس كان في ظروف منعت نزولها. وعشان نحن نبغى نقدم الافضل، نتعب، نفكر، نصور، وبعد هذا كله الحلقه ما تتعرض، وكمان يعني في وقت بيضيع، والله حرام. احنا عاملين حساب الوقت، لكن احنا برضو كمان نبغى ننزل حلقه كويسه. هاي رجل كريم كرم شديد جدا والله مبسوط. هاي مبسوط صدق يا ولدي. عندك كريدت ولا داير كريدت ولا كاش؟ الداير اعمل لك ايه؟ الكواليس هي كانت احلى شيء. نغلط مره واثنين وثلاثه والغلطه بنتعلم منها. كنا نضحك كثير يعني. وكمان في نكت كانت تيجي تك تك في التصوير في ساعتها كده لايف. هي بصراحه ورشه كتابه واضافه ممثلين، لانه هذا عمل درامي كوميدي. مستحيل صراحه ان احنا نكون متشددين في النص للدرجه هذه، يعني هذا غلط. كل ما كانت الكواليس مليانه حب واخوه وصداقه واهتمام بالعمل، كان هذا شيء صحي ويبان في الشاشه. المحاسبة على النظافة ده حاجة مهمة، وكمان عشان شعر حد. اكيد ان شاء الله قروشه مستمر. انتهى عندنا موسم وراح نبدا موسم جديد ان شاء الله. في افكار جديده وراح نشتغل عليها. استنونا في الموسم الجديد وما راح نتاخر عليكم. في بدايه السنه الهجريه. استنونا وتابعونا. لايك، سبسكرايب، شير. السلام عليكم.